بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أيام أنه ينوي استخدام معتقل غوانتنامو لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن هذا المعتقل يتسع إلى 30 ألف شخص. وزير الدفاع الأمريكي اليوم أكد وصول 500 فرد من عناصر قوات المارينز لمعتقل غوانتنامو للبدء بتجهيزه لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين عن الأراضي الأمريكية. وقال وزير الدفاع الجديد أن هذا المعتقل سوف يضم بين جدرانه الأسوأ من المهاجرين غير الشرعيين، أي عناصر العصابات التي تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية والمهاجرين الذين يشكلون خطر كبير على المجتمع الأمريكي. الآن كما قال وزير الدفاع أن الرحلات الجوية باستخدام طائرات عسكرية سوف تبدأ بنقل المهاجرين غير الشرعيين الخطرين من الأراضي الأمريكية إلى هذا المعتقل في انتظار نقلهم إلى بلدانهم الأصلية.